السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم لا طارت او فروي كاراميليزي، شي حاجة بنينة هشيشة وكتذوب في الفم. واليوم غادي نشارك معكم هاد الوصفة. ندوزو للطريقة ديال التحضير عفوا. اول حاجة كنبدا بها هي المول. كندهنو بالزبدة، كنديرلو واحد رشيشة ديال الطحين، معلقة كبيرة مع مراش، كنوجدو كنخليه على جانب. وعاد كنبدا في تحضير الخليط. صافي هنايا غادي نوجد المول وعاد غادي نبدا في الخليط. ندوزو على بركة الله. هنا كنحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ميكونوش في الثلاجة. هنا كندير 90 غرام ديال السنيده. كنخفق الخليط مزيان بالطراب الكهربائي تقريبا واحد من 8 دقائق ل 10 دقائق، لان السر ديال هاد لاطارت هادي هو المده ديال الخفق ديالها. يعني كيخصكم انكم تخفقوا الخليط ضروري ما تحترموا هاد المده هادي باش كيعطينا داك القوام المناسب باش كتنجح معكم الوصفه. هنا صافي راني كنطربها. هانتوما كتلاحظوا ان الخليط غادي وتيزيد له الفوليوم. صافي كنزيد نطرب ونزيد نطرب حتى كنوصل لهذاك القوام اللي مطلوب. صافي هنايا سالت المده، انا خدت معايا تقريبا واحد 8 دقائق هكاك، الفيتاس 5. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها. كيخص ضروري الخليط يجي على هذا الشكل هذا. عاد كنديروا لا فارين، هي المرحله التاليه كاع كنديروا قد سنيده قد لا فارين. وصافي كنبقاو نحركوا الفوي بشويه، يعني ما خصش داك الفوليوم اللي حصلنا عليه انه يهبط. داكشي علاش كيخصنا ندمجوا داك لا فارين مع الخليط بشويه، يا اما بالفوي يا اما بسباتول. المهم الحركات تكون بحال هذا الشكل هذا شويه. ما تديوش على المرحله الثانيه لاننا غنسرع الفيديو، ولكن الطريقه هاني قلتها لكم انكم خصكم تحركوا داك الفوي بشويه باش نحافظوا على نفس الفوليوم. صافي هنا المول اللي دهنته بالزبده ولا فارين ها هو لقيته واجد. هنا راه الفران شعلته على نار يعني متوسطه، ما مهيله ما كثيره، يعني متوسطه من الفوق ومن التحت. المده ديال الطهي من 20 دقيقه ل 25 دقيقه دغيا كتوجد. صافي هنا راه كنضربوا المول واحد شويه باش كيتقاد لنا الخليط على الجوانب. هنايا التفاح كان عندي مقشر، انا قطعته باش غنديرو كراميليزا. هنا مشى ليا الفيديو ديال الطريقه كيفاش كراميليزيت داك التفاح، تنعاودو معكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. هنا صافي وجدت ليا لا طارت ديالي، خرجتها خليتها انها تستريح واحد شويه ماشي بزاف، واحد 5 دقائق. هنا راني موجده الحليب واحد 75 مليلتر، ضروري كيخصها الحليب. هذا سر من اسرار يعني داك الهشاشه واللذه ديالها، انها خصها تكون فتيه، يعني كتذوب في الفم فتيه بزاف. الا جربتوها غادي تلاحظوا الفرق
ضروري انكم ديروا لها الحليب صافي. من بعد باش كتشرب هذاك الحليب تنغطيوها وتنخليوها في الثلاجه تستراح، يعني داك الحليب يزيد يفتيها بما يكون الفخوي كراميليزي وجد وبرد حتى هو، وعاد كنزينوها. صافي هنايا انا غطيتها وغادي نديرها في الثلاجه. هاهي هنايا درت لها الياغورت ديال الفاني. تقدروا ديروا اي ياغورت بالنكهه اللي كتفضلوا. وبصحه والراحه، ومع فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى ان الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم.